أهلا بكم من جديد. إذا البداية اقتصاديا، حيث أودعت المملكة العربية السعودية مبلغ مليار دولار في حسابات البنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار أسعار الصرف ودعم الاقتصاد اليمني. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء أن السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول هذا الخبر. وكانت السعودية قد تعهدت في أبريل من العام الماضي بدعم الاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار وديعة مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا في ظل تزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني مع تراجع إيرادات الحكومة جراء توقف تصدير النفط الخام من الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة. هذا وكان رئيس الوزراء قد كشف عن خسارة بلاده مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من ميناء الضبة في حضرموت نتيجة تعرضه لهجمات حوثية مطلع أكتوبر الماضي. وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية السيد عبد الحميد المساجدي. نرحب بك سيد عبد الحميد معنا في أخبار المنتصف. إذن وأخيرا أتت الوديعة السعودية، كيف تفسر هذا الدعم في هذا التوقيت من قبل المملكة العربية السعودية؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. فيما يخص الإعلان الذي وردته وكالة رويترز نقلا عن مصدر سعودي، يأتي أعتقد أنه يأتي في ضوء فشل المحادثات اللي كانت جارية في مسقط بين الجانب السعودي والحوثيين حول توسيع الهدنة وتمديدها والدخول في عملية السلام. خاصة أن مسألة إعادة تصدير النفط يتوقف على نتائج هذه المشاورات، ومن المعروف أن الحكومة طيلة الأشهر الماضية ومنذ استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط وتوقف صادرات النفط تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة. كان السعوديون خلال الفترة الماضية يصرون على مسألة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي كشرط لتحويل أي أموال أو أي ودائع لحسابات البنك المركزي، لكن أعتقد أنه في ضوء هذه المستجدات وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الشرعية تم استثناء هذه الإصلاحات، وتم الإعلان عن هذه الوديعة، والتي لحد الآن لا يوجد هنالك إعلانا رسميا يعني. نعم، ربما نحن نتحدث كما أعلن عنه الوكالة الرسمية وكالة رويترز، ولا ندري يعني إلى الآن ليست هناك أي معلومات خصوصا حول هذا الموضوع. كما تحدثت ربما تأتي هذه الوديعة في ظل جملة من التطورات السياسية كما تحدثت، يعني فشل المفاوضات في مسقط وأيضا وجود الدكتور رشاد العليمي في بروكسل وميونخ. الآن هل من انعكاسات يعني بشكل إيجابي على أسعار الصرف وعلى الاقتصاد في البلاد؟ أعتقد أنه سيكون لهذه الوديعة آثار إيجابية مؤقتة وليست طويلة المدى، إذا ما نظرنا أنه ستأتي هذه الوديعة في ظل ظروف اقتصادية صعبة. يعني من الصعوبة على الحكومة أن تجعل هذه الوديعة وديعة مستدامة وتعمل على استعاضتها في ظل محدودية الموارد الذاتية للحكومة اليمنية، مع يعني توقف تصدير النفط ومع يعني القيود الحوثية التي تفرضها كل يوم على قطاع التجار والقطاع الخاص في الجمهورية اليمنية بشكل عام، وهذا ما يضيق موارد الحكومة. أعتقد أن هذه الوديعة ينبغي أنها تأتي في ظل يعني بموجب شروط مخففة لتكون أقرب إلى الهبة أو المساعدة أقرب منها إلى الوديعة، ولكن أعتقد أنه سيكون لها أثر إيجابي فيما يخص تحسن قيمة العملة اليمنية، والتي أتوقع أن تتحسن خلال الأيام القادمة بمجرد هذه الأخبار إلى حدود 1000 وال1100 أو قد ربما تصل إلى 900. نعم، إذا كما تحدثت نتائج إيجابية مؤقتة. طيب هل سوف تعوض يعني خسائر توقف تصدير النفط؟ بكل تأكيد هذا لا يعوض خسائر تصدير، يعني خسائر عائدات الحكومة من تصدير النفط، لأنه كما أسلف رئيس الوزراء من أن خسائر الحكومة من توقف تصدير النفط خلال 4 أشهر تصل إلى مليار دولار. إضافة إلى ذلك أنها يعني هذه الحكومة هذه الوديعة ستستخدم في تمويل واردات البلد من السلع والخدمات، وسيتم استنزافها
ومن الصعوبة استعاضتها في الوقت القريب، ولذلك سيكون لها أثر إيجابي ولكن أثر مؤقت يعني. نعم، يعني كانت التعهدات ب3 مليارات دولار، الآن تم إيداع مليار. هل باعتقادك أيضا الإمارات ستسارع أيضا بإيداع مبالغ والإيفاء بتعهداتها؟ أعتقد أن الحكومة الجانب الإماراتي سبق الجانب السعودي خلال الفترة الماضية بالإعلان عن تحويل أعتقد 300 مليون درهم، ولكن لا نعرف إذا كانت دخلت حسابات البنك المركزي، ولكن نأمل أن تعقب الخطوة السعودية خطوة إماراتية مماثلة بدعم الجانب الحكومة الشرعية، خاصة أنها تمر بأوضاع وظروف اقتصادية صعبة. نعم، ربما قبل أن أختم معك سيد عبد الحميد، الآن تقسيط هذه يعني الدفعات، يعني هل ستؤثر على الوضع الاقتصادي ولن يستفيد منها بطبيعة الحال الوضع الاقتصادي الكارثي في البلاد؟ بكل تأكيد. أولا هي ستعمل على تأمين إمدادات البلد من السلع والخدمات، وستوفر الخط ائتماني جديد للقطاع الخاص لضمان استمرار استيراد السلع، لأنه خلال الفترة الماضية ومع نفاذ ومحدودية موارد البلد من النقد الأجنبي فإن القطاع الخاص كان يواجه صعوبة كبيرة في مسألة توفير العملة الصعبة بضمان تسديد فواتير استيراد السلع، وكان البعض من القطاع الخاص يلجأ إلى المضاربة في السوق المحلية من أجل الحصول على العملة الصعبة. وبكل تأكيد هذه الوديعة سيكون لها أثر إيجابي، يعني سواء فيما يخص استقرار أسعار السلع والخدمات أو توفير هذه السلع في الأسواق المحلية، خاصة قبيل شهر رمضان والذي يشهد فيه إقبالا أو طلب كبير على السلع من قبل المواطنين، وفي المقابل استيراد بنسبة أكبر من قبل التجار والمستهلكين خلال الفترة الماضية. ونأمل أن يتم توظيفها واستخدامها من قبل البنك المركزي ومن قبل الحكومة بالشكل الأمثل لتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو من هذه الوديعة. أنا أقصد سيد عبد الحميد، يعني تقسيطها على دفعات، يعني يستفيد منها البنك المركزي والاقتصاد، أو يجب أن تكون يعني إيداعها بشكل كامل مبلغ كامل 3 مليارات دولار حتى يستفيد يعني البنك المركزي وكذلك الاقتصاد في البلاد؟ هذا ما قصدت. هذه نقطة مهمة جدا. نأمل أن يتم يعني خلال فيما يخص تنفيذ مصارفة الوديعة السابقة هي لم تورد أصلا إلى حسابات البنك المركزي اليمني يعني في الخارج، وإنما كانت ظلت في حساب البنك أعتقد في حساب خاص في البنك الأهلي السعودي، وكان يتم الصرف عنها بموجب دفع يعني كما خلال الفترة الماضية. ولكن في كل الأحوال هذا يعتمد على مدى ثقة الجانب السعودي في الإصلاحات التي نفذها البنك المركزي. وبموجب المؤشرات التي صدرت من تصريح المصدر المسؤول السعودي فإنه سيتم تحويلها إلى حسابات البنك المركزي اليمني في الخارج يعني. في كل الأحوال هي سيكون لها أثر اقتصادي، سواء كانت تحت تصرف البنك المركزي اليمني في عدن أو تحويلها على دفاع يعني. جميل، أشكر تواجدك معنا رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية السيد عبد الحميد المساجدي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.